السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة عالم عزيزة أم أحمد. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير نتوما ووليداتكم والعائلة ديالكم. ونبداو بالصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله فيديو جديد غادي نشارك معكم طاجين. واش من طاجين ديال السردير معمر بالروز. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتتبعوا الطريقه الى الاخير، وما تنساونيش من لايك والاشتراك في القناه وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. وتنشكركم بزاف. مرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس القدام اللي معايا دائما، وشكرا لكم بزاف على التعاليق اللي تدخلوا ليا اللي يخطكم. وندوزو دابا المقادير وطريقه التحضير. هنايا كما تلاحظوا معايا ديروا يعني هاشوار ولا فاش ما فاش طحنوا كنا واحد فاش يطحن. غادي نديروا معدنوس القياس اللي بغيتو. المهم تديروا المعدنوس وتديروا العطريه ديال طبيعه الحال الحوت، يعني بحال بغيتي تصاوبوا الحوت اي حوت. عندي هنايا فلفله مطحونه، البزار، عندي الملحه، عندي الكمون وسكنجبير والملحه. عندي هنايا الحامض، غادي نعصر واحد نص حامضه وغادي نديرها حتى هي مع الشرموله ديال الحوت. المهم انا درت نص حامضه. يعني تندير المهم ديروا مطيشه عندكم ديال العلبه، اما المهم انا درت مطيشه ديال علبه ديال هاله ولا شي يقول ليها بعدا. المهم اولا صافي هنايا تندير الثومه وتندير عطريه ديال الحوت وصافي تنطحن المقادير اللي درت. تدير واحد نص كاس ديال الماء وتنطحن هادشي كله. انتما كما تلاحظوا معايا يعني راه هنايا كما تشوفوا يعني راه طحن. تنزيد عاود واحد شويه ديال الطماطم. يعني تناخذ واحد زلافه كبيره او مجبانيه فاش ما تخلطوا الحوت. طبيعه الحال الحوت راه تنقيه وتنغسلوه مزيان وتيتسقطر. يعني هي تندير كما درت الشرموله الحوت. يعني تناخذ الدنجال وتنقطعها كطرونج. هذا الدنجال راه تيعطي واحد المذاق لهذا الطاجين هذا ديال الحوت. تندير الزيت هكا هي الاولى وصافي تنستف. عندي هنايا غير جوج دنجالات. هنايا تناخذ واحد شويه ديال تنخلي شويه ديال الشرموله. هنا الروز راه تتسلقوه، يعني تتسلقوه في الماء وشويه الملحه وتتصفيه ومن بعد عاد تخلطوه مع ديك الشرموله. يعني ماشي تديروا الرز هكاك بوحدو، يعني خصو تيتسلق. صافي هنا تنبدا نعمر. يعني تناخذ الحوت هكا تنحلو على وحده وتتبدا تستفو وتتبداو تعمروا كل وحده بوحدها وتتستفوا هكا في الجنب. راه تيجي واحد المذاق ان شاء الله. نتمنى تجربوا وتردوا عليا في التعاليق. تيجي بنين وحتى الوليدات يعني تيبغيوه بزاف. يعني الواحد تتبدلو الشكل تتبدلو يعني يكون بالنسبه يعني تنبداو نعمر هكا ولا نديروه كفته ولا مع الخضر هكا في الطاجين. ولكن بهذه الطريقه هذه مع الرز راه تيجي واحد المذاق فن. نتمنى ان شاء الله تجربوه. هنا تنبدا نستف هكا وغادي يعني وحده حدا وحده. انا خديت غير كيلو، ولكن بالنسبه للطاجين جا هو هذاك. صافي تنبدا نستف. نتوما ترتبوا هكا يعني يعني كل وحده حدا وحده. صافي هنايا غادي نشوي الفلفله لحقاش غادي ندير كما شفتوا
في البدايه ديال الفيديو غادي نشوي الفلفله. الا عندكم فلفله خضراء انا درت الخضراء، والا عندكم حتى الحمراء حتى هي شويوها. صافي هنايا ديك الشرموله اللي بقات نضيف لها شويه ديال الماء وتنضيفها هكا من فوق هاد الحوت، وصافي غادي نردو فوق البوطه. بيد ما الفلفله راه بيد ما نشوي الفلفله من بعد عاد نضيفها من الفوق. هنايا تنضيف واحد شويه ديال الزيت. الا عندكم حتى زيت يعني البلديه زيت الزيتون حتى هي راه تجي فيها زوينه. طبيعه الحال ما كاينش ما احسن من زيت الزيتون، ولكن مني ولات غلات الصراحه ما بقيناش نديروها بزاف في النصيب. يعني الا عندك يلا الواحد يفطر بها مع الصباح ولا سميتو. بالنسبه للفلفله ملي تشويوها تديروها في واحد البلاستيكه وتخليوها شويه ترتاح، راه دغيا تتفسخ معاكم. هنايا الفلفله ما تتغسلش باش تبقى فيها ديك البنه ديال ملي تشويوها. تتبداو تنقيو بوحده بوحده وتغسلوا يديكم ملي تغسلوها. يعني وقت ما حيدتو مثلا الاولى تغسلوا يديكم تنشفوها وتعاودوا ثاني تحيدوها. نتوما شفتوا هكا ما تتوسخش لكم يعني الفلفله وتتبقى نقيه. صافي هادشي اللي تندير لها انايا. انا ما لقيتش عندي الحمراء ولكن في المجمد. يعني الفلفله تبغي تكون طريه ماشي ديك ديال ماشي بحال كنتو في المجمد. يعني مثلا تتقطعوها تحطوها في المجمد ملي تبغيو ديروا شي طاجين تحطوها من الفوق. هذه لا، هذه خصها تكون طريه باش تتشويوها. يعني ما يمكنش تحيدوها من الفريغو من الكونجيله مثلا وتشويوها، يعني ما تجيش زوينه تتبقى تطلق الماء. المهم كانت عندي انايا غير الخضره، درت الخضره بحال يعني الخضره الصراحه تكون فيها واحد البنه والطل حمراء هكاك. ولكن المهم الواحد كيف ما الا عندكم حتى بالالوان يعني حتى الصفراء راه تضيفوها يعني تزينوا الطاجين بهذيك الفلفله، ولكن تطلق واحد المذاق يعني بنين 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 بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوا وديك الساعه غادي تردوا عليا في التعاليق. وهنا ندير الزيتون اللي يعني المشقوق والزيتون بدون علفه. يعني مع تبارك الله مثلا انايا تنبغي ديال هكا هاد الحامض داك الاحمر، ولكن الدراري عندي ما تيبغيوش هذا اللي بالعلفه. يعني تيبغيو غير هكاك خاوي داكشي باش دائما عندي دابا هاد الاحمر وعندي الاخر، لا في الطاجين ولا في الخضره ولا مع البطاطا. مع المهم ضروري خصني ندير هاد جوج انواع الزيتون. وهنايا الطاجين ديالي هو طيب. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. يعني طاجين ديال الحوت السردير يعني بالروز اللي تيجي رائع بزاف. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وما تنساونيش من لايك ومن الاشتراك في القناه وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. والى فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه. وشكرا لكم بزاف ولا يخطيكم عليا.